هل سبق لك أن سمعت أن أحدا ترك عدوه في ذروة المعارك لأنه لا يحمل سلاحا؟ إنه القناص الأسطوري أبو تحسين الصالحي. ما يحمل السلاح مقتل. صح. نهائيا. صارت مكحول جو يلا نام وذبوا أسلحتهم، شفت ذب سلاحه مقتل. رمز من رموز الحرب ضد داعش الإرهابية، شخصية خلدت في الذاكرة العراقية والتاريخ حتى صار حديث مدارس القنص العالمية. إن الحديث عن منبت ومنشأ قناص القناصين يأخذنا لجنوب العراق في البصرة، حيث ولد أبو تحسين. كل شيء يفتخر بالقناص الأسطوري. ولد علي تشياد في العام 59 و900 وألف، أب ل11 ابنا، 6 ذكور و5 إناث. لم يولد شيخ القناصين بأظافر ناعمة. بدأ العمل وهو ما استدعاه بداية السبعينات الذهاب للكويت بحثا عن لقمة العيش. هناك عمل في رعاية الإبل والأغنام ومارس الصيد، ليعود بعدها وقد اكتسب مهارة أهلته ليترشح لدورة بالاتحاد السوفيتي السابق، ليعود منها حاملا معه لقب ثاني أفضل قناص بين القناصين. بدأت القنص من عام 1973. كانت هواية ودورة في بيلاروسيا. تعلمت وامتهنت هذه مهنة القنص واحتفظت بها من ذاك الوقت إلى هذا الوقت. من حرب إلى أخرى، كان أبو تحسين شاهدا مشاركا في كل الحروب التي دخلها العراق، بدءا بحرب 73، ثم حرب السنوات الثمان مع إيران، ثم حرب الخليج الثانية، ثم اشترك بالانتفاضة الشعبانية، لكن أخمادها بوحشية من قبل صدام أجلس أبو تحسين داره. طبعا شاركت بعدة حروب. شكو حرب مرت بالعراق شاركت بها. شكو حرب دخل بها العراق الوطن العربي مثل الجولان وغير الجولان وجنوب لبنان. شاركت بهذه الحروب والحمد لله بفضل من الله تعالى التوفيق دائما معي. وعادت بندقيته النمساوية شتاير إلى محرابها. عندما سئل عن أحلامه قال أن تعود رفيقة دربه إلى بيته، وقد تكحلت فوهتها بالانتصار على الدواعش الإرهابيين، ويعود معها منتظرا أن يناديه العراق مرة أخرى. عادت شتاير لبيت أبي تحسين من دونه. سفر جهادي طويل كان لابد أن يختم عند محطة الشهادة. انتقى أبو تحسين بعناية المحطة وتاريخ الوصول، فكان يوم 8 من شهر محرم هو يوم ارتقاء شيبة القناصين شهيدة بعد أن حصد روح 350 داعشيا. العدد يمكن أكثر من هذا، لأنه احنا ما نحسب وما نوثق، ما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد إلا نشوف الشخص يطرح أرضا، هذا نتأكد أنه هذا الشخص انقتل، نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. ما عندنا لا رياء ولا مبالغة، لأنه هذا وطننا وأرضنا وشرفنا وعرضنا، فيجب علينا الدفاع. اليوم
تضاء أرض الأنبار والموصل وتكريت بفضل دماء أبو تحسين ورفاقه، ولم تعد داعش سوى ذكريات لأيام مظلمة مزق ثيابها السوداء بقناصته.